الو. الو، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بيك، حابب تقول اسمك؟ لا يا فندم. طيب، المكالمة مذاعة على الهواء، موافق بالاذاعة؟ موافق يا فندم. قولي مشكلتك ايه، اتفضل. مشكلتي يا فندم ان انا شاب عندي 16 سنة. امم. المهم يا فندم، اختي واحنا صغيرين كانت هي في سنة 6 ابتدائي، يعني انا كنت في سنة رابعة. هي اكبر منك؟ اه يا فندم، اكبر مني. المهم يا فندم، حابة تتعرف على واحد عندنا، يعني كنا لسه صغيرين يعني، على واحد. راح الواحد ده، الواد ده يعني راح قال لمامتي. امم. المهم يا فندم، مامتي قالت لا لا، كده عيب وما ينفعش، انا مربيك على الصح وكده. يعني هي راح. كانت في 6 ابتدائي، وحبت ترتبط بواحد، والواحد ده راح قال لمامتك. اه يا فندم. امم. المهم، راحت امي انا قالت لها عيب كده، انا مربيك على الصح وكده. راحت قالت لها خلاص مش هعمل كده تاني. امم. راحت واحد تاني بقى غيره، برضه حبت اللي تتعرف بيه، برضه راح قال لمامتي. وده كله هي اللي بتبتدي، هي اللي بتبقى عايزة تتعرف. اه يا فندم، اه. امم. المهم راحت مامتها قالت لها، راحت مسكتها فعلا ضربتها وكده. امم. اصل قالت لها انا حذرتك اول مره يعني وكده، ما ينفعش اه. تاني مره. مم. المهم يا فندم، جينا بقى، بابايا توفى. بعد كده رحنا نزلنا البلد، احنا كنا عايشين في القاهره. مم. بابايا توفى، رحنا نزلنا البلد، قعدنا في بيت لوحدينا وكده. وبعد كده انا يعني بدأت ان انا اشوف مستقبلي يعني وكده. مم. والحمد لله يعني بلعب كورة وبلعب في نادي هنا وكده. ما شاء الله وجيت عليك. مم. وجي ايه ابن عم امي بقى. مم. ده انا كنت حاسس اللي هو بيحبها، يعني انت فاهماني. مم. وهو المهم يا فندم، قدها في السن؟ ايه، قد لا ده اكبر منها. أكبر منها بقد. اكبر منها حوالي بسنتين يعني. مم. المهم يا فندم، هي بقى كبرت خلاص، ويعني ودخلت اولى ثانوي يعني وكده. مم. المهم يا فندم، انا كنت حاسس ان هي بتكلمه، بس انا يعني انا عشان انا اخت بس لوحدينا. انا يعني ما احبش ازعلها. مم. مم. يعني يعني مثلا اي حد ما يجي عندها، انا عن نفسي يعني زي ما هي اما تعيط انا معيط عليها، اه يا عشان دي حبيبي. برضه عشان اختي أختك، لوحدنا. وانتوا ملكوش غير بعض. ايوه يا فندم، مم. يعني وانا بحسسها ليا يعني ام وهي واخت واي بتحبك حد. بتحبك زي ما انت بتحبها قوي كده. ايوه يا فندم، على يعني طول تزعل يعني. منك لو زعلت تزعل من نفسها لو زعلت منها. ايوه يعني انا لو مم. زعلت منها ساعات، يعني قبل كده جت لي القاهره عشان انا كنت زعلان منها، جت لي النادي. مم. مم. راحت المهم يا فندم، جيت بقى، رحت انا بقى كنت رمضان اللي فات شاكك ده. انها بتكلم ابن عمكم؟ ايوه جيت، مم. اللي احتبر يبقى خالها، بس مم. يعني السن قريب لبعضيه. ابن عم امك، فيعتبر خالها. اه يا مم. فندم، راح مم. جه. انا كنت شغال انا وهو، راح قال لي انا الصراحه انا عاوز اصارحك. قلت له عادي قول لي. راح قال لي انا بصراحه انا بحب اختك ونفسي ان انا اتجوزها يعني مم. وكده. قلت له عادي، اتقدم من الباب ومحدش هيقول لك ايه. لا. لا محدش هيقول لك لا. قال لي بس انت عارف يعني اخوالك وكده مش هيرضى يديله. قلت له يا عم لو حد ما وقفش معاك، انا سنه صغير اهو بس اقف في مم. ظهرك. مم. راح قال لي خلاص ماشي وكده. المهم جينا بعد العيد، هو ما تقدمش ولا اتكلم في الحوار ده تاني، وانا ما مم. ينفعش ان انا اكلمه. طبعا. مم. المهم يا فندم، قعدت فترة يعني، انا حكيت لها، قلت لها هو عاوزك وكده وكده. قلت لها لا لا، ما راحت قالت لي لا انا مش عاوزاه. قلت لها ازاي، مش انت كنت بتكلميه؟ مم. راحت قالت لي انت عرفت منين اصلا؟ راحت قلت لها انا عارف كل حاجه، هو قال لي على كل حاجه. مم.
قالت لي لا انا مش عاوزاه. قلت لها شوفي اللي انا برضو مش هزعلك، ورأيك انت ولا هيمشي. امم. المهم يا فندم، ابن عمه هو التاني، امم. ده متجوز ومعاه ولد وبنت. امم. المهم يا فندم، بس ده بقى يعني معلش في اللفظ وسخ، مش محترم. يعني مش محترم وبتاع امم. بنات وكده. امم. المهم هي كلمته، ومتجوز كلمت ومخلف. ومتجوز اه، ومخلف. يعني هي سابت ده، سابت ابن عم امك اللي كان عايز يتجوزها وظروفه اه مناسبة، وكلمت اه ابن عمه التاني اللي عنده اللي متجوز ومخلف واكبر منها بكتير. اه يا فندم، ده امم. يعني هو اكبر منها بحوالي ب5 سنين. امم. المهم يا فندم، هو كلمها وكده. انا عامة هو كان بيجي عندنا البيت، انا ما كنتش واثق فيه. امم. بس يعني قلت لك ما بحبش ازعل اختي، وفي امم. نفس الوقت ما بحبش حد يضرها. تمام. المهم يا فندم، هو بقى كان محرش حد عليها اللي هو توصلها بيه. ما عامل ايه؟ يعني حاطط ما بينها وما بينه حد واحد، يعني اه. إنسانة بالمعنى. اه، زي واحدة يعني تبقى الوسيط بينهم. أيوة يا فندم. امم. المهم أنا كنت راجع من البيت قعد حوالي يجي شهر، 3 أشهر، 4 كده بيكلمها. بيكلمها في أنا التليفون. هو بقى كان عطاها تليفون كان صغير يعني وكده. امم. المهم يا فندم قعد، جيت انا بقى كنت راجع من البيت الساعة 5 الفجر، أو لا كانت على الساعة 3 حاجة زي كده. المهم انا كان معايا المفتاح، رحت فتحت الباب بتاعنا مش بيعمل صوت. امم. المهم رحت دخلت، هي بقى كانت قاعدة في آخر أوضة في البيت جوه. امم. أنا بقى دخلت، كنت داخل والله ما نيتها أي حاجة خالص. امم. انا كنت داخل وقعدت اتصنت ولقيتها بتكلمه. انا ما جاش في بالي اللي هي بتكلم ده. امم. انا قلت عاوز اعرف بتكلم مين وخلاص. المهم دخلت عليها مره واحده، راحت هي اتخضت يعني وكده، رحت خدت منها التليفون. وفعلا يعني انا غصب عني ضربتها وهي على امم. السرير، يعني كانت بتكلمه. امم. وقلت ما شفت الرقم اتفاجئت اللي هي بتكلم ده. وفعلا انا لما ضربتها يعني وطلعت بره، فضلوا يدوروا عليا وما كانوش يعني اخوالي ما كانش لاقيني انا فاهم. امم. وفعلا يا فندم، يعني شوفي، وبعد كده اخوالي برضو قعدوا معاه، راحوا قالوا انت عاوز منها وكده، قال لهم لا انا بكلمها عشان مصلحتها وكده يعني. امم. قال له مصلحتها يا ابني؟ لما انت متكلمها في واحده ما تكلمها الساعه 2 في الليل يبقى على مصلحتها. يعني وبهدلوه. راح، ايوه بهدلوا، راحوا كانوا يقعدوا يعني ميعاد وكده، يعني انت عارفه امم. التقاليد دي ارياف يعني وكده. امم. المهم راح هو قال لك لا خلاص ما فيش اي حاجه تاني. ودلوقتي بقى انا بحس اللي هي بتكلمه تاني. اه، يعني انت شاكك انهم رجعوا يتكلموا تاني؟ ايوه، والحد ده برضه اختي اتلمت عليه تاني. مين اللي الحد هو كان اللي عايز اللي هو كان يتقدم لها؟ الوسيط، لا اللي هو كان الوسيط بينه وما بينه. كان واحد، يعني كان راجل. البنت اللي هو كان زيها عليها يعني. اتلمت عليها يعني ايه؟ يعني انت عشان كده شاكك عشان هي بتكلم البنت دي؟ اه بتكلم البنت دي اه. وبيخرجوا مع بعضيهم وكده فانت يعني. شاكك ان هم رجعوا، هي برضو رجعت تخليه يكلمها تاني؟ اه انا شاكك يا فندم. هي اختك وانا عندها مش كام سنة؟ هي عندها حوالي 19. 19 سنة. خلصت تعليمها ولا لسه بتدرس؟ لا في تالتة سنة وداخلة أولى كلية السنة الجاية. امم. فانت بالنسبة لك انت مش عارف تعمل ايه في المشكلة دي. ماما بقى بقت عارفة التفاصيل دي؟ أنا لما اتفاجئت أنا بقيت كل شوية أحذرها وكده، بس هو أمي بقت مش مصدقة يعني وكده. قلت ما عرفت بقت تلطم وتعيط وكده يعني. وانا بقيت ازعل يعني وكده، طب بص يا وحقيقي حبيبي، طبعا انا جالي بحترم. اكتئاب
لا يعني. لا، المواضيع دي مش مستاهلة اكتئاب. انا بحترمك جدا وبحترم اسلوبك، وبحترم احتوائك لاختك وخوفك وحبك ليها. بس انا عايزاك يبقى ليك دور كبير جدا. انت اولا خلاص بقيت راجل، مهم اه يا فندم. جدا. انت بتقول هي بتحبني زي ما انا بحبها، وانا بخاف عليها ومش بحب ازعلها، وهي كمان. لازم طول طبعا. الوقت تفضل متابعها، ماشي؟ ده عمرك ما تزهق من ده. اختك شكلها من البنات الطايشة، بمعنى ان هي سن المراهقة مسيطر عليها، عايزة تعيش حياتها. طبعا برضو فقد باباك مخليها حاسة بشوية حرية، ما انا مفيش حد، انت اخوها الاصغر منها، اخرك هتضربها قلمين، فهي شايفة ان الحياة عادي. بتبقى عايزة تعوض ده او تعوض فقد باباها بحد يقولها كلمتين حلوين، تحس بالحنية من ناحية حد. فاحنا لازم اول حاجة تفضل عينك في وسط راسك من ناحيتها، واخد بالك منها، من تصرفاتها، بتعمل ايه، بتروح فين. مش معنى كده ان انت هتقول لها انا براقبك، لا، انا بحبك، بخاف عليكي، انا اللي هوديكي المكان انت عارفة يا الفلاني. فندم، انا لما كنت، انا لما ابويا يعني ربنا يرحمه، يا رب. وبعد كده هي لما رجعت تعمل الحاجات دي، قلت طب انا دلوقتي اخسر الاتنين. ابويا اللي كان حب، يعني كنت بحبه بدرجة فظيعة، ربنا وربنا يرحمه خده يا رب، مني، ربنا يرحمه. وربنا يعني الله يرحمه يعني. ويعني اختي التانية اخسرها انا فعلا. رحت لدكتور نفساني وسني كان صغير. يعني الدكتورة اللي انتوا بتعملوا فيه ايه؟ انا قعدت 3 ايام ما اتكلمش خالص، انا من غير واختك مش باصص. حاسه بمعاناتك دي؟ ما قعدتش تتكلم معاها، تقول لها انا بحبك وخايف عليكي، انا مش ضدك، انا عايزك انت تتجوزي احسن انا حد. انا قلت انا قلت لها مش عاوز حد يتكلم عليكي بكلمة وحشة. انا عاوز اتشرف بيك قدام الناس. يعني مم. انا عاوز تبقى اختي دي يعني احسن فوق واحده. يعني. احسن واحدة بالنسبة لي حد. مم. انا بسمع الكلام على بنات تاني بره، مش عاوزك انت تبقى زي البنات دي. مظبوط مظبوط. طب هي عشان بترد تقولك ايه؟ بتقول لي لا والله انا مش بكلم حد. قلت لها ما تكلميش حد، انا خايف عليكي. انت بتقول انا بحبه، ويعني واخوك ده، انا اخوك الوحداني بعد ابوكي. ويعني يا واحتضر امك حبيبي. يعني. حتى ام كمان عيانه بالسكر والضغط من مم. ساعه ما ابويا الله يرحمه. عشان كده هي برضو يعني ممكن يعني ربنا، بس يعني الموت علينا حق فعلا. بس انا بس الحمد ربنا لله يا رب يخليها لكم. انت خايف عليها لاي حاجه تزعلها، تعمل لها مشكله. اه يا فندم. انا شوف ايه، انا بعد ما يعني امي تعبت بعد ابويا، لما يعني ابويا يعني ما كانش فيه اي حاجه خالص، وبعد كده صباحنا الصبح لقيناه ميت، وما فيش اي حاجه خالص. انا لما خسرت ابويا وكده، وكان يعني كان ومات هو موتة ربنا من غير مقدمات، ما كانش عيان من ولا غير اي اي حاجه. من غير اي حاجه. ده كان عنده يعني كان لسه 37 سنه، كان يا شاب عادي. حبيبي يا حبيبي، الله يرحمه. وعشان عشان كده يا فندم انا مش عاوز اخسر الاتنين يا انت مش فندم. هتخسرها يا حبيبي، ما تخافش، انت مش هتخسرها. بس حقها عليك انك تفضل في ظهرها وتحميها من اي حد ما يعرفش ربنا، لان انتوا مطمع. ناس كتير شايفة ان مفيش اب ومفيش حد في ظهركوا وانت صغير، فممكن ناس كتير ما يبقاش عندها دين ولا ضمير ترسم على اختك وتبقى وتلعب بمخها، وهي عندها استعداد، هي طايشة وعندها استعداد. لازم الحل انك تبقى معاها وفي ظهرها، تحتويها، تبقى حنين عليها، تعوضها ان باباك مش موجود، تبقى حازم في وقت اللي لازم تكون فيه حازم، وتقول لها، وتقعد تتكلم معاها كتير، وتقول لها ان البنت لما بتغلي نفسها بتبقى غالية في عين الناس كلها، وان اللي بتكلم اي حد دي كل الناس بتسترخصها. ولو انت طبعا. تحبني اكلمها، يمكن يبقى لما تسمعني وانا طرف بعيد عن الموضوع، يمكن اقدر اساعد، ويمكن تسمع كلامي، وربنا طبعا يا يصونها يا فندم. رب. لكن اوعى تزهق، ولا انت بالذات بقى اللي ما ينفعش انك تتأثر ولا تقع. انت عارف يا فندم، كل ما بتعمل حاجة بحس ان انا بضعف. ما يعني شو ينفعش يعني تضعف انا بقى، انت بالذات ما ينفعش تضعف، لان انت
وتد، لازم تبقى راجل، تبقى واقف كده مكان ابوك، لان انت هم ملهمش غيرك، ان كان مامتك ان كان هي، انت الراجل بتاعهم. دورك كبير قوي، عارفة انها مسؤولية فوق طاقتك وفوق احتمالك، لكن انت راجل، انت ان شاء الله قدها، وان شاء الله ربنا هيعينك. ما تيأس ولا ان تضعف، شاء الله يا فندم. وقرب من ربنا وادعي لها كتير قوي بالهداية. انا الحمد الدعاء هو لله الحاجة يعني. الوحيدة اللي بترد بعد ما القدر. بعد ما ابويا يعني بعد ما الحمد لله ربنا يعني ربنا افتكره، ما بسيبش ورا فرد يا الحمد لله، حبيبي، وبصلي اقسم بالله انت وبقول يا رب جميل قوي، ارزقني. انت يا جميل. رب ارزق. انت في يا سنة رب كام؟ ارزق. انا لسه في تالتة اعدادي يا فندم. ربنا يوفقك ويكرمك وتبقى احسن حاجة في الدنيا. ولازم تاخد بالك من مستقبلك، ما تهتمش بمصالحهم وتنسى برضه مستقبلك. انت اللي لو بقيت حاجة كبيرة هتسندهم كلهم، وهتبقى ظهر ليهم كلهم بعد ربنا طبعا. اوعى تيأس، واوعى تقول انا زهقت وهي زهقتني، بالعكس، احتويها بحنيتك وبحبك. اقعدوا اتكلموا مع بعض، صلوا مع بعض، بيها، قول لها لازم تقربي من ربنا، قول لها ما حدش بيجي لواحدة سمعتها وحشة، قول لها البنت الحاجة الوحيدة اللي بتفضل ملازمها لحد ما تموت هي سمعتها. الولد مهما عمل بيجي في وقت بيقول لك ده طايش بس ربنا هداه، لكن البنت بتفضل طول عمرها يتقال عليها دي كانت بتعرف فلان وفلان وفلان، دي مشيت مع فلان وفلان وفلان. فكلمها بالعقل وانصحها واحتويها، وقول لها لو عايزه صاحب فانا صاحبك، لو محتاجه اب فانا بدل ابوكي. وانت ما شاء الله عليك، ده الله يبارك لك يا رب، انت بجد تنفع اب واخ وصديق وكل حاجه. فخليك معاها وصاحبها، وفي وقت ما تحس انها زودتها لازم يبقى ليك وقفة، ولازم تقول لها انا صغير لكن دلوقتي بقيت بدل ابوكي، وما يصحش تعملي كده، وانا مش هسمح ان انتي تبوظي سمعتنا، ولا تخلي حد يتكلم علينا، ولا نسمع كلام مش مظبوط من اي حد. انت ومامتك تكاتفوا، خلي مامتك تاخد الامور ببساطة. مرحلة طيشان وهتعدي، ومرحلة مراهقة وهتعدي، لحد ما ربنا يرزقها بابن حلال صالح يجي ويتجوزها ويشيل حملها من عليكم. وان شاء الله ده يكون قريب، انت هي ب 19 سنة، سنة او اتنين وهتلاقيها اتجوزت، خاصة ان انتوا في المحافظة عندكم اكيد بتتزوجوا بدري والبنات بتتزوج بدري. ركز في مستقبلك، خليك ظهر لاختك، احتويها، لكن لو غلطت لازم يبقى ليك وقفة وتحزم الامر، وما تسكتش وما تعديش وما تفوتش. وما ينفعش تستهتر بيك، ولا تشوفك عيل صغير يضحك عليه بكلمتين. خليك حنين، لكن لو غلطت لازم يبقى ليك وقفة جدية معاها، وتزعل منها وتخاصمها طالما زعلك بيفرق معاها. وربنا يصلح حالكم، ويجعلكم خير لأمكم يا رب، ويعوضها فقد أبوكم بيكم، وتبقوا انتوا أحسن حاجة في الدنيا. ولو تحب أكلمها أنا لسه عندي استعداد، لو تحب أدي رقمك للإعداد عشان تدينا رقمها نكلمها ويمكن نقدر نساعدك، طبعا دي حريتك الشخصية. لو تحب كلمنا وادينا رقمك وبإذن الله هنكلمها. ربنا يصلح حالك وحالها ويوفقكم يا رب، ويجعل كل الشباب زيك كده في أدبك وأخلاقك وضميرك وإحساسك بالمسؤولية من تجاه أهلك. ربنا يبارك لك يا رب. خلوني أطلع فاصل.